افطر سندوتشات فول من على العربيه. مركزين معايا؟ عربيه الفول اللي بتقف في الشارع دي والبتنجان المخلل بتاعها ده الروعه، الله الله عليه. عايزه اقف كده على عربيه فول وافطر بقى طبق الفول الحلو ده. صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباحكم كده معطر بذكر الرحمن. ان شاء الله النهارده كده هبدا يومي معاكم. نازله اعمل مشوار لماما النهارده الصبح الساعه 8. دلوقتي وانا بتكلم معاكم الساعه 8. شوفوا بقى انا صحيت الساعه كام. ما كنتش اصور بس انا قلت بصوا القطه، يا لهوي قطه، قطتين بيتخانقوا مع بعض. هش مش وقتك دلوقتي. شايفينهم. المهم قلت ابدا يومي كده معاكم لان انا رايحه المشوار ده لوحدي. يومي لسه طويل، فمتضايقه ان انا ماشيه لوحدي. قلت والله ابدا لازم افتح الكاميرا وامشي مع متابعيني واسجل النهارده، اصور معاكم مع اجمل ناس في الدنيا، حسسوني كده ان انا مش لوحدي. تمام، فهبدا كده يومي معاكم، هروح المشوار ده وهسجل يومي معاكم وهصور يومي معاكم. تعالوا بس كده نرجع لورا شويه. هنزل لكم التصوير بتاعي من اول ما نزلت، نرجع مع بعض تاني. صباح الخير، صباح الخير. نزلنا الشارع. هنروح بقى نقضي المشوار بتاعنا ونشوف يومنا هيمشي ازاي. قلت اخدكم بقى معايا. يلا بينا، يلا بينا. بكام دي لو سمحت؟ رسالة. ايه؟ رسالة. في بالجبنة؟ أنهي واحدة؟ خلاص ماشي هاخد دي. جبت قرصة كده افطر بيها وانا ماشية. جبتها بالجبنة، افطر بيها كده ابدأ بيها يومي. مش عارفة ليه صاحية جعانة. بصوا معايا، مش عارفة ليه ماشية بالمفتاح. اشيل بقى المفتاح، يلا بينا. انا ماشية من السوق بس لسه اليوم حلو يعني. واحنا راجعين بقى لو لقينا السوق ابقى اخدكم كده جولة في السوق، واحاول على قد ما اقدر اعمل لكم جولة بالاسعار يعني. تمام، احنا ويومنا هيمشي معانا ازاي. عايزة اقول لكم الجو صعب، الجو صعب، حر جدا. كده شفنا بقى مع بعض يومي بدأ معاكم ازاي من عند الشقة، من بداية الشقة لحد ما اشتريت القرصة ودخلنا في السوق. كده اتفرجت كده. تعالوا بقى نبدأ نفطر مع بعض. شلت المفتاح اللي مضايقني، مش عارفة من ساعة ما نزلت من باب الشقة وهو في ايدي. بس نرجع بقى للفطور ونفطر سوا. تمام، افطر بقى كده وانا ماشية قبل ما اوصل للمواصلات. ماشي، وارجع لكم تاني. باي باي. سميت الليل ما تقلقوش. بصوا لقيت العربيات قربت منها. انا اكل معاكم لكن ما اكلش في المواصلات بره. انا باكل هنا الشارع فاضي وباكل معاكم هنا. مش هعرف اكل في المواصلات، فركنت كده وقلنا ناكل سوا. خلص وارجع لكم تاني. فطرت وعطشت ومش معايا ميه. المهم ان احنا خرجنا اهو على الطريق بره، وهركب بقى المواصلات وهبدأ بقى يومي. صحيح المشوار بتاع ماما خاص شوية يعني، انتوا كده ماشيين معايا مش عارفين احنا رايحين فين، بس المهم ان احنا مع بعض.
المهم ان انتوا معايا ومخليين كده اليومي طعم حلو، لان انا ما بحبش امشي لوحدي كتير، فانا حاسه ان انا مبسوطه وانا معاكم، فخدتكم معايا النهارده. مش لازم نعرف رايحين فين، بس المهم ان احنا مع بعض. صباحكم قشطه. جنبيها شارع مصطفى. نزلت من المواصلات، نزلت من المواصلات يا جماعة وماشية وحدي. بس ارجع اقول تاني انتوا معايا. الجو حر والله العظيم، الجو صعب. احنا ساعة الصبح ومع ذلك الجو نار. الجو بدأ كده ان هو حر على الصبح. احسن حاجة في الموضوع ان محدش فاهم حاجة، يعني ولا احنا رايحين فين ولا احنا جايين منين. بس والله اهم حاجة في الموضوع ان احنا مع بعض، بس كده. كل انتوا معايا مالين عليا حياتي. شكرا. تعبت وقعدت شوية. ايه رأيكم في الشجرة دي؟ الحمد لله قضيت المشوار بتاعي وخلصت. قلت بس اقعد شويه استريح شويه كده. احنا خلصنا المشوار اللي انا جايه له. قضيت المهمه بتاعت ماما الحمد لله، وقضيت المشوار بتاعها. ما كانش ينفع ان هي تروح لان هي برضه ايه كبيره وتعبانه، وطلبت مني ان انا اروح مع ان المشوار ده رخم وبعيد، وعشان كده خدتكم معايا. بس طبعا ما ينفعش اقول لماما لا، خصوصا ان هي تعبانه وكده. فانا خلاص خلصت لها المشوار بتاعها. بس تعبت بقى من المشي وكده، لان المسافه او المكان اللي انا فيه ده الحته دي ما فيهاش مواصلات، لازم امشيها يعني. بس وديني خلصت وقاعده كمان معاكم. قلت استريح شويه، انا قاعده في الشارع. شكلي حلو انا قاعده في الشارع. الشجره دي عجباني. قلت تحت الشجره يا وهيب، تحت الشجره يا صبور. طيب هقوم بقى اسيبكم بقى واقوم نكمل المشوار، نمشي نرجع بقى، نكمل المشوار في الرجوع نرجع بقى. عارفين نفسي في ايه افطر على الصبح؟ سيبكم من القرصه اللي انا اكلتها دي تصبيره. عارفين نفسي في ايه افطر؟ عايزه افطر سندوتشات فول. حسيت ان انا بتكلم في ودان الراجل. بقول سندوتشات فول. حسيت انه وقع في ودني، عشان كده قفلت معاكم. بجد والله العظيم نفسي افطر سندوتشات فول من على العربيه. مركزين معايا؟ عربيه الفول اللي بتقف في الشارع دي، والبتنجان المخلل بتاعها ده الروعه. الله عليه. عايزه اقف كده على عربيه فول وافطر بقى طبق الفول الحلو ده على العربيه. بس مش هينفع اقف لوحدي بصراحه، هتكسف. فانا هعمل ايه؟ هجيب سندوتشات فول من على عربيه، مش من مطعم. واقعد كده وافطر بقى كده ايه واتقلع. وبما ان انا رايحه لماما، ممكن اعمل حساب ماما معايا ونفطر انا وهي. اكيد مش هتقول لي فول العربيه لا، فانا اعمل حسابها كده ونفطر سوا. ايه رايكم بقى في الفطار ده؟ قولوا لي كده مين فيكم نفسه ياكل ياكل فول من على العربيه؟ قولوا لي. انا عن نفسي نفسي، وهعمل كده دلوقتي ان شاء الله.
اللي نفسه بقى ما يخليش حد في نفسه اي حاجه، مش عايزه اي حد فيكم نفسه في حاجه، ويختاروا فول من على العربيه. باي. نزلت من العربية ورجعت الشارع اللي بدأنا الفيديو فيه. زي ما مشينا واحنا رايحين في أول الفيديو من الشارع ده، برضو رجعت لنفس الشارع. بدأنا الفيديو في الشارع وبس مش هننهي الفيديو في الشارع، لسه في عربية فول. أنا جيت من الشارع ده عشان قدام على الناحية التانية فيها عربية الفول اللي أنا قلت لكم عليها، اللي نفسي آكل من عندها سندوتشات. فلسه هنروح على عربية الفول ونكمل يومنا وأجيب السندوتشات. بس في حاجة غريبة حصلت معايا دلوقتي والله العظيم. قلقت بعد ما نزلت من العربية وبعدي الطريق. لقيت حد قرب عليا كده، راجل كبير في السن شوية، فخفت رجعت لورا واديت الأمان ومشيت. لقيته فجأة جه ناحية ودني وقرب مني جامد، فاتخضيت. لما قرب ناحية ودني لقيته قرب عليا وقال لي خدي بالك من الصلاة، اوعي تسيبيه، فروض ربنا وهتنسيها. مش عارفة بصراحة. فالمهم ان هو بيذكرني بالصلاة، ومش عارفة قال لي كده بصراحة، وبيأكد ان ما نفوتش يومنا من غير ما نأدي الفروض الخمسة وصلواتنا الخمسة، وأكد جامد. وبعدين اتخضيت وبصيت له جامد كده، دعالي دعوة حلوة. بس ده الموقف اللي حصل. بس الأول كنت خايفة وبعدين حسيت مش عارفة زي رسالة أو مش عارفة معناها إيه بصراحة. وجت في وقتها. طبعا أنا يعني تقدروا تقولوا بصلي أكيد، بس بقطع يعني من النوع ممكن يوم يعدي لو حصلت فيه حاجة وأنا بره ولا كده، ممكن يفوتني مثلا فرض من الفروض، أو ممكن يوم أو يومين وأرجع تاني. فطبعا ده حرام وده غلط وأنا بعترف بده. فتحس إن الرسالة جت في وقتها تفوق بصراحة. كان ممكن مقولش الكلام ده أصلا، وحاجة بيني وبين ربنا، بس أنا بعترف يعني بتكلم معاكم بصراحة. فالرسالة دي بجد فوقتني. اللي عايزة أقوله إن أنا على قد ما أنا خفت من الشخص ده، بس على قد ما رسالته فوقتني. حسيت إن هو قريب من ربنا قوي، هو راجل سنه كبير، وعلى قد ما أنا استريحت بعدها. يعني حسيت إن ربنا بيحبني أو وبعت حد في طريقي يفوقني عن حاجة معينة أنا أكيد واخدة بالي منها، بس فوقتني أكتر. إن أنا أحاول على قد ما أقدر، وأنتوا كمان لو في حد بيقطع في الصلاة لا كلنا نفوق مع بعض وما نقطعش رغم أي ظروف بنمر بيها. الصلاة ده يا جماعة ما ينفعش إن إحنا نقطع. أنا فعلا مستحيل بعد كده إن أنا أقطع في الصلاة إن شاء الله عمري. بس تعالوا بقى نخش على عربية الفول. بس عربية الفول هناك اهي، شايفينها؟ كنت قلت لكم ممكن اعدي على السوق واعمل جولة، بس السوق برضو لسه مش شغال قوي. فخلينا على عربية الفول بقى نجيب الفول بتاعنا، السندوتشات اللي قلت لكم عليها. الراجل ده الفول بتاعه جميل، ودي قاعدة عبال ما الفول يتعمل. قعدت والله السندوتشات بتاعنا، طلبنا السندوتشات الفول من على العربية. اكتب هنا حضرتك هنا
بتقول ايه؟ تاكل هنا؟ طحينه؟ تاكل لا هنا؟ لا لا مش هاكل هنا، انا قاعده بستريح بس طبعا ما يعمل السندوتشات. والله كان بوي تاكل هنا. الاكل هنا اكيد هيكون ليه طعم تاني غير السندوتشات وكده. بس لوحدي بقى لوحدي. جبنا السندوتشات. بحس كده ان انا وانا بمشي بسندوتشات الفول من على العربية كأني ماشية بكنز. معايا كنز.